تخيل معايا انك جي ام او مدير مصنع. الفوركاست بيقول ان الشهر الجاي هتبيع 100,000 قطعه، وفعلا اشتريت الخامات وخططت الانتاج على الرقم ده، ولكن فجاه الطلب الحقيقي طلع 115,000 قطعه. ايه اللي ممكن يحصل؟ هتقول للعميل ايه؟ استنى الشهر الجاي؟ اكيد لا. عشان كده الشركات بتحتفظ بمخزون استراتيجي او مخزون احتياطي، واللي بنسميه سيفتي ستوك. لكن هل ده معناه اننا بنملى المخزن وخلاص؟ برضه لا، وده اللي هنعرفه في حلقه النهارده. ورا كل شركه ناجحه سبلاي تشين قوي، وفي كل سبلاي تشين قوي التخطيط هو اللي بيحول الرؤيه لواقع. انا خالد رمضان، ودي سبلاي تشين بالعربي. السلام عليكم واهلا وسهلا بحضراتكم في الحلقه الخامسه من بلاننج ماستر كلاس. في الحلقه اللي فاتت عرفنا ان الطلب بيتغير من منتج للتاني، وعرفنا ان الفوركاست عمره ما هيطلع بدقه 100%. طيب ازاي الشركات بتستعد لعدم اليقين ده، او عشان تقلل الجاب اللي ما بين الفوركاست والواقع؟ خلينا نشوف يعني ايه سيفتي ستوك. السيفتي ستوك ببساطه هو كميه اضافيه من المخزون الشركه بتحتفظ بيه، مش لانها متوقعه تبيعها، لكن عشان تواجه اي زياده غير متوقعه في الطلب او تاخير من عند الموردين. بمعنى اخر هو شبكه الامان لسلاسل الامداد. طيب ليه الشركات ممكن تحتاج سيفتي ستوك؟ لان الواقع بيبقى مختلف دايما عن الخطط. ممكن الطلب يزيد فجاه، ممكن المورد يتاخر، ممكن الانتاج يتوقف، ممكن الشحنات تتاخر. لو مفيش سيفتي ستوك اي مشكله صغيره ممكن توقف خدمه العميل. خلينا ناخد مثال. شركه بتنتج شيبسي، والماركتنج عندها عمل كامبين مفاجئ او حمله مبيعات مفاجاه او عرض مفاجئ، فالمبيعات زادت خلال ايام. لو الشركه كانت بس مخططه على المبيعات العاديه، الارفف هتفضى بسرعه ومش هيبقى في منتج يتباع والمخازن هتفضى. لكن وجود سيفتي ستوك في الحاله دي يساعدها انها تكمل توريد. تعالوا ناخد مثال تاني. شركه بتورد مستلزمات طبيه للمستشفى، لو المورد الخارجي بتاعها اتاخر اسبوعين ومفيش سيفتي ستوك، ده معناه ان المستشفى هتواجه نقص في المنتج ده لمده اسبوعين ويمكن اكتر. بس لو كان في مخزون احتياطي او سيفتي ستوك في الشركه، فده اللي هيدي الشركه وقت او بافر انها تكمل انتاج لحد ما الشحنه دي توصل، وبالتالي العميل مش هيتاثر والمستشفى هيوصل لها المستلزمات والامدادات بتاعتها بشكل طبيعي. طيب هنا نسال نفسنا سؤال مهم: هل كل ما السيفتي ستوك يزيد ده هيبقى احسن؟ الاجابه انه طبعا لا، وده من اشهر الاخطاء. ناس كتير ممكن تفتكر ان الحل في اننا نزود المخزون وخلاص، لكن الحقيقه ان كل وحده تخزين زياده في المخزن ليها تكلفه. تكلفه زي ايه؟ ليها تكلفه تخزين، تكلفه تامين، تكلفه راس مال وفرص استثماريه ضايعه، واحتمال تلف او اكسبايري للمنتجات اللي موجوده في المخزن، ودي هي الكارينج كوست. واحنا وعدنا ان احنا هنعمل عنها حلقه مخصوص في سبلاي تشين انسايتس. يبقى الهدف هنا مش ان انا اكبر السيفتي ستوك وخلاص، الهدف هو ان اشيل او احتفظ بالكميه المناسبه. طيب خلينا ناخد مثال كده من حياتنا اليوميه عشان نعرف يعني ايه كميه السيفتي ستوك. تخيل انك في البيت بتشتري ازازه ميه واحده كل يوم. هل هتسيب البيت من غير ازايز ميه احتياطيه؟ غالبا لا. طيب هل هتشتري 500 ازازه ميه احتياطيه وتخزنهم في الريسبشن مثلا؟ برضه لا. هتحتفظ بس بكميه تكفيك يوم او يومين لحد ما تشتري بقيه الكميه اللي انت محتاجها. وده بالظبط هو نفس المفهوم بتاع السيفتي ستوك بس على مستوى الشركات. طيب خلينا ناخد مثال عملي على ده. تعال اقول لك حاجه بتحصل في الشركات. في بعض الخامات كان المورد بيحتاج شهور عشان يسلمها، وفي خامات تانية بتبقى موجوده ومتوفره في السوق المحلي وممكن نستلمها خلال ايام. فكان من الطبيعي جدا ان احنا ما نستخدمش نفس سياسه السيفتي ستوك للاتنين زي بعض، لان ببساطه انا في حد بياخد شهور عشان يجيب لي الخامه وتاخيره في حد ذاته هيبقى برقم كبير، والحد التاني ده بياخد ايام عشان يورد لي الخامه. فكان من الطبيعي ان احنا ما نستخدمش نفس سياسه السيفتي ستوك مع الاثنين. كل خامه او كل ماده او كل مورد بنبص عليه لوحده، والكل واحد بنبص على ايه؟ بنبص على اهميه الخامه دي، الليد تايم او مده التوريد، استقرار الطلب، ومخاطر انقطاع التوريد، والاهم من ده كله الاستهلاك او الكونسامشن. وده اللي بيوضح لنا ليه السيفتي ستوك مش دايما ثابت، لكنه قرار مبني على تحاليل لبيانات كتير. ناس كتير فاكره ان كل ما نزود السيفتي ستوك المشاكل تقل، لكن على العكس، زياده المخزون بدون دراسه ممكن تحل مشكله فعلا، لكن هتعمل مشاكل اكتر في التكلفه والسيوله وسهوله المناوله. انا عايزك تاخد بالك وتركز في حاجه مهمه قوي. السيفتي ستوك مش بديل عن الفوركاست الجيد، ولو لقيت نفسك بتزود المخزون الاحتياطي او السيفتي ستوك كل شهر، فيمكن المشكله الحقيقيه في دقه الفوركاست مش في السيفتي ستوك، مش في المخزون. لو انت بتقدم على وظيفة بلانر واتسألت في الانترفيو what is safety stock، اعتقد ان الاجابة الافضل هتكون safety stock is additional inventory kept to protect against unexpected demand fluctuations or supply delays. Its purpose is to maintain customer service while balancing inventory costs. كده بقينا عارفين ان السيفتي ستوك مش مجرد كمية زيادة بنحطها في المخزون، لكن دي وسيلة بتحمي الشركة من عدم اليقين او الانسرتينتي.
بس ده بيوصلنا لسؤال تاني، هو ازاي اصلا بنوصل للرقم ده؟ ازاي اعرف الشركه هتبيع كام؟ ازاي الشركه بتحدد الكميه اللي هي هتنتجها؟ وامتى تستخدم السيفتي ستوك؟ وامتى نزوده او نقلله؟ الاجابه ان كل ده بيبدا من عمليه اكبر اسمها demand planning process، وده هو موضوع الحلقه اللي جايه. لو عجبتكم الحلقه ما تنسوش تعملوا لايك واشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل جديد من بلاننج ماستر كلاس. شكرا لحضراتكم وشكرا على وقتكم. انا خالد رمضان ودي سبلاي تشين بالعربي.